انا كمحاسب الطريقه الصح اللي انا اشتغل بيها ان انا بمشي تبع المعيار المحاسبي. في عندنا اشهر معيارين محاسبيين، اسمه الجاب الامريكي اليو اس، جاب Generally Accepted Accounting Principle. Generally Accepted Accounting Principle، الجاب الامريكي او IFRS. كان عندنا معايير امريكيه ومعايير دوليه. المعايير الدوليه ديت ظهرت لسه في بدايه الالفينات، كان الاول من اول 73، يعني لها شقين، شق من سنه 73 1973 وشق من 2002. الشق من كان اسمها IAS الاول، International Accounting Standard، بعد 2002 بيسموها International Financial Reporting Standard. ده بس تاريخ بشكل سريع كده. دي المعايير الدوليه، International Financial Reporting Standard، معايير دوليه. العالم كله تقريبا اكتر من 250 دوله دلوقتي بيشتغلوا بالمعايير دي. المعايير اللي هي ايه برضو؟ انا مش فاهم يعني ايه كلمه معيار. معيار ده يعني الطريقه اللي المحاسب بيسجل بيها. هو احنا في طريقه طب مش انا قلت لك ان لازم تسجل بطريقه معينه؟ مش اي حد، مش كل واحد يسجل بالطريقه اللي على مزاجه. انا عاجبني الدفتر ده اسجلها بالطريقه دي، اسجلها بالطريقه دي، واحد يسجل بالتيبل كده، التيبل واحد يعمله بالعرض، واحد يعمله بالطول. مفيش الكلام ده. انت لازم تمشي طبقا للمعيار بيقول لك ايه وتمشي عليه. ده طبقا، ده مين؟ المحاسب المالي اللي بيطلع تقرير لناس خارج الشركه. فانت انما جوه الشركه اعمل اللي انت عايزه، تحط تقرير بالعرض بالطول زي ما انت عايز جوه الشركه. انما التقرير اللي بتخرج بره الشركه لازم تطلع طبقا للمعايير المتعارف عليها، سواء معايير دوليه او معايير محاسبيه امريكيه. اللي انت عايز تكتبه اكتبه. معايير مصريه، في معايير مصريه. لكن المعايير الاشهر دلوقتي اللي الخليج شغال بيه، واليابان وامريكا واوروبا كلها وشرق اسيا كل العالم تقريبا شغال بالاي اف ار اس دلوقتي. فانت لازم تبقى عارف، حتى انت هتدرس معايير امريكيه ومعايير اي اف ار اس، هتدرس الاثنين. ليه؟ لان الاثنين قريبين قوي من بعض. وفي حاجه اسمها كونفرجنز، يعني بيحاولوا يقربوا الاثنين من بعض. يعني في حاجه اسمها كده كونفرجنز، بيحاولوا يخلوا الاثنين زي بعض. كونفرجنز بيحاولوا يشيلوا الفروقات اللي ما بين المعايير الامريكيه والمعايير الدوليه. لكن امريكا متمسكه بمعاييرها، وانا عن نفسي بحترم المعايير الامريكيه عن المعايير الدوليه. وانت هتعرف ليه واحنا بنشتغل، هتعرف ايه الاسباب. لان المعايير الامريكيه افضل، انا شايفها افضل من وجهه نظري من المعايير الدوليه لسه الى الان، برغم القصور اللي فيها والعيوب اللي فيها، بس انا شايفها افضل من المعايير الدوليه. لكن المعايير الدوليه العالم كله دلوقتي بيتجه ليها، فانت لازم تبقى عارف المعايير الدوليه. طيب مين اللي بينزل المعايير الامريكيه؟ منظمه اسمها الفاسب الامريكي، الفاسب Financial Accounting Standard Board. مين اللي بينزل المعايير الدوليه؟ International Accounting Standard Board. هل انت مطالب تحفظ الكلام ده؟ لا، مش مطالب انك انت تعرف المصطلحات دي، بس يعني عيب تكون محاسب وما انتش عارف ايه ده. حد يجي يقول لك جاب ده هتعدي عليك كده كل شويه هتلاقي يقول لك جاب ايه جاب دي؟ جاب Generally Accepted Accounting Principle، المعايير الامريكيه. بس لو مكتوب قدامها يو اس، يعني جاب يعني معايير متعارف عليها. لما يتحط قدامها يو اس يبقى معايير امريكيه، بس معروف لما يقول جاب معروف انها معايير امريكيه، لان ما عادش في معايير دوليه اصلا. كان في الاول معايير المانيه وفرنسيه ومعايير مصريه ومعايير، كل بلد كان لها معايير. لكن دلوقتي الجاب بقى معروف انه معايير امريكيه بس. والاي اف ار اس دي المعايير الدوليه. انا كمحاسب بسجل يا اما بالاي اف ار اس يا اما بالمعايير الامريكيه. هل ينفع اخلط ما بين الاثنين؟ لا، ما ينفعش. طالما هتشتغل معايير امريكيه اشتغل معايير امريكيه على طول بقى. هتشتغل معايير دوليه اشتغل معايير دوليه على طول. مفيش حاجه اسمها ان انت تشتغل ميكس ما بين الاثنين. عجبك الحته دي في المعارض ده تشتغلها هنا، عجبك الحته دي في المعارض ده تشتغلها هنا. لا، مفيش كده. يبقى لازم تكون عارف ان في معايير جاب امريكي، واللي بينزلها منظمه اسمها الفاسب الامريكي، الفاينانشال اكاونتنج ستاندرد بورد. مين اللي بيراجع على الناس اللي بتحط المعايير الدوليه، المعايير الامريكيه عفوا؟ السك. لو انت فاكر احنا اتكلمنا عليها، السكيورتي اكسشينج كوميشن. دي المنظمه اللي بتراقب عمل الفاسب اللي بتنزل المعايير الامريكيه. دي المنظمه اللي بتعمل ايه؟ مراجعه على الكلام ده. يبقى الفاسب الامريكي بينزل معايير امريكيه، الاي اس بي انترناشونال اكاونتنج ستاندرد بورد بينزل معايير دوليه، انترناشونال اكاونتنج ستاندرد بورد، انترناشونال فاينانشال ريبورتنج ستاندرد، جنرالي اكسبتد اكاونتنج برنسبل، فاينانشال اكاونتنج ستاندرد بورد. هنا بص، فاينانشال اكاونتنج ستاندرد بورد هي اكاونتنج ستاندرد بورد، بس هنا انترناشونال هنا فاينانشال. دي امريكي ودي
الناس اللي دي الناس اللي بتحط المعيار، دي الناس اللي بتحط، دي افراد معينه. يعني ده بيتكون مثلا من 17 فرد، ده من 17 فرد كده يعني. افراد معينه بيحطوا المعايير دي، وافراد معينه بيحطوا المعايير دي معيار. انما دي افراد. بورد يعني فرد، يعني مجلس بيحط المعايير دي، ومجلس بيحط المعايير دي. اشوفكم الفيديو اللي جاي.